السلام عليكم الدراري والدريات. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معنا في قصة جديدة كنظن غتكون من احسن القصص اللي درت، حيت هاد القصة غيكون فيها واحد الاثارة والتشويق. ودابا كنلوح لكم اخوتي، راكم عارفين جوج قصص في السيمانه، نهار الاثنين والخميس. باش تحفزوني واحد لايك، سبسكرايب وشي كومونتير كيف ما كان. ويلا نبداو القصة ديالنا. معظم سرقات البنوك في العالم كيتميزوا بالسارق كيكون ذكي بزاف، حيت سرقة بنك ماشي شي حاجة سهل، كتحتاج تخطيط دقيق وتنفيذ بلا اخطاء. ولكن تخيل معايا السارق يكون غبي وغبي بزاف ومع ذلك تنجح السرقة. هادشي ما عمرو وقع الا في هاد القصة هادي. زهرو كان غريب، وفعلا السارق ديال اليوم كان من بين الناس اللي قدروا يسرقوا نفس البنك 3 ديال المرات، واخا مكلخ قدر ياخد اكثر من 51 مليون يوان صيني، يعني تقريبا اخوتي ديك 56 مليون درهم مغربي يعني 56 مليار عبد الله. قبل ما نحكي لكم اغبى سرقة في التاريخ، دير لايك للفيديو، ابوني وخلي تعليق بسيط تشجعني نكمل في هذا النوع من القصص. اليوم غادي نحكي لكم قصة أغبى غبي سرق نفس البنك 3 ديال المرات، وكل مرة كان كيربح الحظ معاه، حتى جا النهار اللي قلب عليه الحظ وبدات النهاية. ندخلوا في القصة بدات في شهر 10 2006. النهار كان كيغرب، الدنيا كتعتم، ومدير خزينة البنك الزراعي الصيني باقي خدام، مازال ما مشاش في حاله. كان متوتر وكيحس في الداخل ديالو بلي شي حاجه غادي توقع، شي حاجه غادي تكون غلط. المهم برا كانوا جوج رجال ديال الامن. هاد الشيء عطا شويه ديال الطمأنينه، ولكن بما انه هو مدير الخزينه كان خاصو يتاكد بيديه ان كل شيء تحت السيطره. دخل لقاعة الطباعه، شاف قاعة الاجتماعات، كل شيء عادي، ما كاين حتى مشكل. ولكن ملي دخل الخزينه شاف الفلوس في بلاصتها، الكاميرات ما خدامينش، النظام الامني واقف، كل شيء ماشي حسب الخطه، يعني دابا كل شيء مزيان. بدا كيحسب الفلوس بالسربه، العرق كينزل من جبهته، الاحساس ديال الغنى والفلوس كيخليه ما كيشوفش حتى شي حاجه اخرى. المهم كمل حط الفلوس في الشنطه وخرج بالسكات. المدير كان سميتو ران، وبحكم انه هو المسؤول على هذه الخزينه هذه العمليه كانت سهله عليه، ولكن ما كانش مطمئن. طلع الطوموبيل ديالو وبالصدفه وفجاه البوليس ضربوا عليه. شافوه وسولوه فين غادي بالشنطه، قال لهم هو كيضحك، هاد الفلوس هادي، ولكن ما تخافوش راكم معايا. فعلا كان كيف هادي. دخل رجال الامن معاه في المخطط باش ما يشكوش فيه، بس تكون السرقه مضمونه ومحسومه. خلى الفلوس في طونوبيلتو ورجع للبنك، كمل خدمته عادي. وفعلا خدم النظام الامني من جديد، كان عارف ما غاديش يعرفوه دابا، حيت الخطه كانت طويله المدى. في الغد ليه كان مرتاح في دار ومع الفلوس 200 ألف يوان، بحال 26 ألف دولار. خدا الفلوس ومشى عند مول اليانصيب. الناس اللي ما كيعرفوش اليانصيب هما ديك اللعبه ديال الكوتي سبور، داكشي ديال القمر اللي كتلعب على كره وهادي. شرا كميات كبيره، ما وقفش هنا، دار على بزاف ديال المحلات وشرا وراق بالشمل. الفكره ديالو كانت غريبه بزاف، بغى يستثمر الفلوس المسروقه في اليانصيب باش يربح الجائزه الكبرى، ومن بعد يرجع الفلوس للبنك قبل ما يعيقوا به. المهم الفكره غتجيكم غبيه بزاف، ولكن الغريب في هذا الشيء هذا اودي خونا راه ربح، خونا عبد الله راه ربح ورجع الفلوس اللي سرقها وبقى معاه ربح كبير. المهم هنا بدا الطمع بدا كيلعب عليه، قال مع راسو علاش ما نعاودهاش. فعلا دخل مع عاوتاني واحد الشريك اخر وسرقوا المره الثانيه 33 مليون يوان، صرفوها كلها على بطاقات اليانصيب. كانت بحال شي جبل ديال الوراق في الدار، ماشي سيمانه ماشي جوج، وما كيحكوا وكيحكوا ولكن هاد المره هادي ما ربحوا والو، خسروا كل شيء.
الشكوك بدات كدور عليهم في البنك، والناس بداو كيسولوا على الفلوس، ولكن ران ما استسلمش. قرر يغامر للمره الثالثه، سرق 18 مليون يوان، حوالي تقريبا 2 مليون دولار، 2.3. هاد المره ما كانش عندهم الوقت باش يشريو شويه بشويه، شراو كلشي في نهار واحد. عاوتاني بداو كيحكو حتى سالاو. الصباع ديالهم تجرحوا، بدا كيسيل منهم الدم، وصلت الحاله كاع للدم ما يبط الله، ولكن بلا نتيجه. ربحوا غير 98 ألف يوان. هنا عرفوا باللي طاحوا في مشكله كبيره. 51 مليون يوان مشات في الهواء، والمدينه سجلت رقم قياسي في المبيعات ليا ناصب. من بعد ايام البنك اكتشف الفلوس ما كايناش، والبوليس داروا مذكره اعتقال ضد الطران وصحابه. البوليس تبعوهم في الصين كامله، التصاور ديالهم تفرقات في الاخبار، الناس كاملين كيهضروا عليهم. صحابو تشدوا، اما هو ران هرب للجنوب. ولكن تخيل معايا، واحد من اكثر المطلوبين في الصين كيمشي 650 كيلومتر بطاكسي. الصراحه الله خونا مكلخ بزاف، ولكن كتصدق عليه. كيفاش ما نعرف، انا زريب عداد الذات خونا هذا. من بعد شرا طونوبيل هوندا من واحد البائع مجهول، وكرا دار واعره بهويه مزوره. كان باغي يتخبى حتى تبرد الامور، ولكن الناس شكوا فيه وشافوه في الاخبار. الشرطه توصلت ب3 ديال البلاغات عليه، من مول الطونوبيل ومن مول الدار وحتى واحد من الجيران. المهم وتقسمت المكافأة بيناتهم 200 ألف يوان. 200 ألف بيناتهم، يعني شحال جاية؟ تقريبا جايهم ديك 70. الحاجة اللي هنا في شكل ران بدا سرقته ب200 ألف يوان، وهذا المبلغ اللي بلغ عليه خدا غير مكافأة، وتسالت قصته بمكافأة بنفس المبلغ اللي بلغ عليه. المهم اخوتي، تشدوا كاملين. رجال الامن اتهموهم بالاهمال، خداو 5 سنين حبس. اما ران والشركاء ديالو تحاكموا بتهمة الاختلاس. ران حاول يدافع على راسو وقال نقدر نساعدكم نحميو البنوك من السرقات في المستقبل، ولكن الجواب كان واضح. قالوا لي شكرا، ما محتاجينش مساعدتك. وفي عام 2007 تطبق حكم الاعدام. القضية هزات الصين كامل، والبنك طرد 5 الموظفين بسبب الاهمال، وتبين انهم ما داروش احصاء للفلوس من سنين، وما كانوش كيراقبوا الكاميرات كاع. وهنا سالت قصة اغبى سارق في العالم، سرق 51 مليون وكان يقدر يعيش بها مرتاح، ولكن الطمع خلاه يضيع كل شيء. الطمع فعلا كيعمي العينين. الى عجبتك القصة دير لايك، ابوني، خلي لينا في الكومونتير شنو اغبى حاجة دارها في هذه القصة. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كان معكم خوكم راديم، تهلاو.